اه، ما انت اتعودت على البنات الألمان بقى، والدنيا كانت اه. هناك بقى، وانت هناك بقى كانت الدنيا بايظة، فاما رجعت الدنيا باظت اه. اكتر. الحلقة مذاعة، حضرتك موافق بالإذاعة؟ تمام. طيب تمام، تحت أمرك، اتفضل. طيب، أنا عندي حاليا 28 سنة. من 28. 5 سنين. تمام. اه. من من 5 سنين جت لي منحة في دولة ألمانيا للدراسة. اوكي. فكنت مسافر هناك، يعني أنا من ناحية الأخلاق كويس، ومن ناحية التدين يعني مش أحسن حاجة، بس الحمد لله يعني من أسرة كانت كويسة. طب الحمد لله. المهم بعد ما رحت هناك طلب الثقافة بتاعتهم وأخلاقهم، في شوية حاجات كده يعني انحرافات. خرجت عنها، اللي هي بدأت أجرب موضوع الخمور والكلام ده، فحصل لي يعني شوية انحرافات كده. حصلك شوية انحرافات بما انك في ألمانيا فواكبت الدنيا هناك. اه، الثقافة اللي هناك، يعني أنا قعدت فترة الدنيا تمام، أصلا مش مندمج مع المجتمع هناك. بس بعد فترة يعني بدأت بقى مش عارف إذا كان بقى ده حاجة سلبية عندي. بدأت أندمج مع المجتمع هناك، فبدأت أجرب حاجات من حاجاتهم، زي ايه بقى؟ زي الخمور. يعني أنا بدأت إن أنا حصل عندي مثلا إن أنا بدأت الموضوع ده بقى عندي عادي. المفروض الموضوع ده من حاجة محرمة عندنا مثلا. اه طبعا. تمام. تمام. بدأ برضه شرب السجاير، أنا ما كنتش كده خالص. مم. بدأت برضه أتعرف على بنات هناك، وحصل برضه في علاقات. اه، عملت علاقات بقى مع بنات ألمان وكده، وشربت خمور وسجاير والليلة دي كلها. اه. تمام. قعدت وبعدين؟ قعدت على الموضوع قعدت على الموضوع ده حوالي 5 سنين. مشكلتي بقى لما رجعت مصر هنا، يعني حاولت إن أنا أبطل الحاجات دي أو أتعالج منها. الخمور عرفت أتعالج منها يعني شوية. بدأت أتغلب على نفسي. الخمور والسجاير. السجاير كانت صعبة شوية، بس قدرت إن أنا أتخطاها. طب الحمد لله. بس أصبح عندي بقى حاجة، يعني عندي هوس جنسي زي ما بيقولوا. بقى عندك هوس ايه؟ جنسي. اه، ما انت اتعودت على البنات الألمان بقى، والدنيا كانت اه. هناك بقى، وانت هناك بقى كانت الدنيا بايظة، فاما رجعت الدنيا باظت اه. اكتر. اه. فما عدتش عارف إن أنا الحوار ده إن أنا أسيطر على نفسي يعني. مش عارف تسيطر على نفسك؟ يعني انت سيطرت على لا. الخمور والسجاير وحكاية العلاقات الجنسية مش السجاير عارف تسيطر السجاير عليها. برضه بترجع، يعني السجاير أنا برجع لها على فترات. اه. طيب إنما هي انت انت دلوقتي ما اتجوزتش يعني مثلا، ولا ايه الدنيا، ايه مش فاهمة. ما اتجوزتش لأن الظروف بتاعتي يعني مش ما تسمحش دلوقتي امم. ماديا. اه، بس لما رجعت لسه بتعمل علاقات بقى، بس هنا في داخل مصر يعني. لا أنا عملت لا أنا مش داخل مصر، ما عملتش علاقات داخل مصر، بس أنا بتكلم إن أنا خلاص دماغي بقى، اللي هو الموضوع مثلا بقى في دماغي زي هرمون الدوبامين والحاجات دي. بقول لحضرتك يعني اتعرضت، يعني كلمت الدكتور نفسي وكده في الموضوع، بس برضه حاسس إن أنا ما ايوه، ما هو انت عرفت يعني منين؟ انت عرفت انت دلوقتي رجعت وما بتعملش اي علاقة من اي نوع قذر، صح كده؟ لا، بس طب امال بس انت عرفت الموضوع. منين بقى ان انت عندك هوس في الموضوع دوت؟ عشان انت كنت وانت بره كنت بتعمل علاقات، ما انت وقفتها اوريدي هقول لك دلوقتي.
أقول لحضرتك أنا حاليا مثلا إن أنا يعني نظرات للبنات وكده، حاجات يعني بقى مش مباشرة يعني. حاجات نظرات شهوانية وكده يعني. اه. بيبقى نفسك تعمل علاقة معاهم، بس انت يعني ماسك نفسك، مش ما عملتش حاجة هو يعني. ماسك نفسه عشان برضه عاداتنا وتقاليدنا يعني. طب والله ودنيتنا. انا يعني اقول الحمد لله. الحمد لله ان انت ما هو يعني لما رجعت عرفت ان احنا عندنا عادات وتقاليد، وعرفت ربنا انه ما ينفعش تعمل الحاجات دي، بس دي حاجة داخلية من جواك انت مش قادر تسيطر عليها. بس انا يعني انا المشكله ان انا عندي ضعف ان انا ممكن في اي وقت، بالذات الحاجه دي ان انا ارجع لها. حتى انا موضوع الجواز دلوقتي انا مش يعني ماديا امم. مش احسن حاجه يعني ان انا اتجوز. اه تمام. طيب انت ليه يعني الموضوع سهل على فكرة خالص ان انت تقدر تقاوم وتقدر تسيطر. هو طبعا اللي جرب عشان يجي يمنع نفسه مرة واحدة بيبقى الموضوع صعب، بس الحكاية كلها بتبقى بالتدريب، زي اللي بيشرب سجاير بالظبط، زي اللي بيشرب خمور. زي ما عرفت تبطل الخمور او تقللها على الاقل مع الوقت، نفس الشيء الموضوع العلاقات برضو. موضوع الهوس الجنسي ده برضو مع الوقت هتقدر تسيطر عليه. ازاي بقى؟ انك هترجع لعاداتنا وتقاليدنا، هتفكر في ربنا طول الوقت، هتصلي وتدعي ربنا ان ربنا يشيل ويزيح عنك التفكير ده. كل ما هتلاقي نفسك دماغك بتوديك انك تفكر في الموضوع ده، هتقوم تصلي لك ركعتين وتقرا لك شوية قرآن. هتشغل نفسك، تلعب رياضة، تقرا، تندمج في شغلك، تتلهي بمعنى اصح. ما تسلمش دماغك للشيطان يوديك ويجيبك ويلعب بيك في الموضوع ده بالذات. والله والله واحدة واحدة الموضوع بينتهي زيه زي أي حاجة تانية بتتعود عليها. ومع الوقت بإرادتك أنت القوية بتقدر تسيطر عليها. هو للاسف يعني انت الثانيه معلش وانا غلط ان انا بدات ان انا اتابع الافلام الاباحيه وكده. اه ما هي دي مشكلة تانية بقى. يعني ما هو هي مش مشكلة تانية، هي في نفس ذات الموضوع. بس انت بقى هنا في النقطة دي هتعمل ايه؟ هيبقى عندك قوة إرادة ان انت تمنع نفسك انك تتفرج على الحاجات دي، لانك وانس خلاص اتفرجت عليها، ما هي دي هتخلي عندك الدنيا بايظة. يعني هتخلي عندك لسه الموضوع مستمر. لكن انت لو وقفت فرجة على الكلام ده ولقيت نفسك هتعمل كده، لا انا هقوم اعمل اي حاجة، انا هقوم اكل، انا هقوم العب رياضة، انا هقوم اقرا قرآن، انا هقوم اصلي، انا هقوم اشوف الشغل اللي ورايا. بحيث انت لازم من داخلك كده يبقى عندك قوة ارادة انك تمنع نفسك انك تتفرج على الحاجات دي، عشان عارف ان عواقبها بعد كده هيحصل كذا. انت لو عندك قوة إرادة قوية هتقدر تسيطر على الموضوع كله على بعضه، سواء بقى تمام. خمور، سواء جنس، سواء سجاير، سواء أي حاجة، أي عادة البني آدم عايز يبطلها، عايزة من الأول قوة إرادة وصبر. ومفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، لأن الممنوع دايما مرغوب. الحاجة لازم بالتدريج نبدأ نقلل، ونبدأ نشغل تمام. نفسنا ونشغل وقتنا ونفتكر ربنا طول الوقت. لا انا مش هعمل كده عشان انا عارف ان ده حرام، انا مش هعمل كده علشان ربنا هيعاقبني. لازم طول الوقت دماغك تبقى شغالة انه في ربنا، ولا وعايزة تتقي الله، وتشغل نفسك بأي حاجة تانية، وبحيث ان انت ما تسلمش دماغك للشيطان. تمام، يعني انا عليها من انا اجبر نفسي اه طبعا ايوه. باي حاجه. علاجك لازم تشغل نفسك طول ما انت قاعد لوحدك، وهتلاقي دماغك بتوصلك للنقطة دي. لا 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 لا، استغفر الله العظيم، انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخش بقى اتوضى واصلي لي ركعتين، اشغل نفسي بمذاكرة، انزل اروح جيم، انزل اتمشى في الشارع شوية، طول الوقت كده.
وواحدة واحدة تمام. انت هتلاقي نفسك خالص دايركت والله. الموضوع اتشال اصلا من تفكيرك. بس لازم يبقى انت عندك قوة ارادة من جواك ان انت رافض الموضوع ده وان انت تستمر في القصة دي، لا اكثر ولا اقل. لازم لا انت هو تبقى من جواك مقتنع بكده ان انا انت من مش 2001 عايز. اصلا، يعني انا اصلا بزعل لما بعمل كده او بتضايق وفي حاجه جوايا بتقول ان انت بتعمل كده غلط، في حاجه بتمنعني. بص والله، هو طالما ضميرك صاحي وواعي للكلام ده كله، فدي اول نقطة او اول خطوة للطريق الصح. ان انت عارف من جواك ان انت بتعمل حاجة بتغضب ربنا، فدي حاجة يعني حاجة كويسة جدا. وده بقى ده الدافع اللي هيخليك تستمر. ان انا عارف ان انا بعمل حاجة غلط، لا 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 انا مش هعمل كده تاني. والهي نفسي بقى زي ما بقولك كده، في مليون حاجة في الحياة تقدر تلهي نفسك فيها بحيث ان انت ما تفكرش في القرف ده خالص. تمام. وطبعا يعني يا ريتك تقول كلمة للشباب الحلو اللطيف اللي بيسيب المجتمع الشرقي بتاعنا وبيسافر يتغرب لمجتمع تاني ليه عاداته وتقاليده، يعني يتعلم الدرس اللي انت وقعت فيه او التجربة السيئة اللي انت وقعت فيها. ان انت ما قدرتش تسيطر على نفسك، ما قدرتش تحافظ على دينك، ما قدرتش تحافظ على العادات والتقاليد، وللأسف انجرفت معاهم ودي كانت النتيجة. فهنا بقى، هو هنا بقى درس يعني انا طبعا بنصح لأي اي حد حد بيسافر بره. انا بنصح اي حد رايح ان هو ما ينفصلش مع المجتمع هناك. يعني مهما كان يبقى في حدود في التعامل هناك، ويبقى عارف برضه ان هو يوم ما يختلط بحد يختلط بالناس اللي شبهه. يعني في هناك جالية مسلمة في ألمانيا، يعني أضعف الإيمان إن هو يختلط بيهم، ما يندمجش مع المجتمع الألماني أو ما يندمجش لأن ده لا تقاليدنا ولا عاداتنا ولا ديننا، الحاجات اللي بعملوها. أنا للأسف يعني أنا من ضمن الحاجات اللي ممكن أنا عشان اجتماعي شوية فبندمج مع أي حد، يعني أتعامل معاه على طول، شغل جديد، بلد جديد، أي حاجة ما انا هقولك حاجة، ما فبتبقى هو غلطة. الاندماج ده ليه ليميت. انا اندمج معاك في الحاجات الصح، الحاجات المفيدة. ما اندمجش معاك توتالي كده او في الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، لا انا اندمج معاك في الحاجات الكويسة. سواء مصلحة، شغل، تعليم، اخد منك اللي هيفيدني، لكن ما اندمجش معاك في اللي هيفيدني واللي يأذيني. صح. أنا آه، بقى دي غلطتي اللي أنا. للأسف يعني تجربة ومريت بيها ودرس اتعلمت منه، وإن شاء الله ربنا كفيل إن هو يقف جنبك وتمر بالمحنة اللي انت فيها دي. والله 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 انت بس عايز قوة إرادة وهتقدر تتخطى كل اللي انت مريت بيه ده إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله كده دعوتك. إن شاء الله إن شاء الله. نورتني نورتني. شكرا، ألف شكر يا أستاذ. العفو، تحت أمرك، مع ألف سلامة، مع السلامة. طبعا طبعا طبعا. حلقة مهمة، حلقة مهمة للشباب اللي بيسيب بلده وعاداته وتقاليده وشرقيته وإسلامه ودينه وبينجرف بقى، أو يعني مسافر تعليم أو مسافر سياحة أو أيا كان الغرض من السفر لأي دولة غربية، وللأسف بينجرف معاهم في عاداتهم وتقاليدهم. فحلقة النهاردة بغض النظر عن مشكلة مش بغض النظر، لأن هي أساس المشكلة أصلا. مش عايزين اللي يسافر بره يحصل له زي ما حصل كده. فدي برضو النهاردة اللي هو ايه، خلي بالنا. اللي هيسافر يتعلم، اللي هيسافر عنده مصلحة، اللي ايا كان يعني، خلي بالكو ما ننجرفش في مجتمعات غربية ملهاش اي علاقة بديننا ولا باخلاقنا ولا بعاداتنا وتقاليدنا ولا بتربيتنا ولا اي حاجة. زي ما شفنا التجربة بتاعته النهاردة، هو وصل لايه وعايز يعني حاسس بتأنيب ضمير وحاسس ان هو عمل غلط وعمل موبقات كتير، ومش عارف يخرج
منها ازاي. فأي شاب طبعا سواء بنت بقى أو ولد أو أيا كان، أي حد مسافر برا يا ريت يا ريت يخلي باله من نقطة زي دي، علشان ما يقعش في المشكلة اللي وقع فيها صاحب مشكلتنا النهاردة. خلصت حلقة النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة. باي باي.